واش في اخبارك ان نبي من الانبياء مازال حي ليومنا هذا من غير عيسى بن مريم؟ يقال ان هذا النبي مازال حي ليومنا هذا، وفي اقوال اخرى كتقول اول بشري كيموت خارج الارض، يعني في سماء من السماوات. هذا النبي رسل الله سبحانه وتعالى لقومه، ماشي حكاش قومه كفار، الامر مختلف تماما، لان قومه كانوا عصاة وكانوا مجاهرين بالمعاصي، كانوا موحدين لكنهم مجاهرين بالمعاصي. فكان هذا النبي هو اول مصلح على وجه الارض، فكان كيحارب الفساد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني ماشي جا باش يحارب الشرك او يحارب الكفر، يجي يحارب المجاهرة بالمعاصي، لأن المجاهرة بالمعاصي أمر لا يستهان فيه أبدا. إذا جاهرت أنت مفسد والعياذ بالله. كنا كنعرفوا هذا النبي وكنعرفوا الاسم ديالو مزيان، ولكن ما كنعرفوش عليه المعلومات كاملة. قصتنا اليوم عن إدريس عليه السلام. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا خاصنا نعرفوا واحد الحاجه، واللي هي الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد، لان بيناتهم واحد الفرق اللي كبير وكبير بزاف. فالصالح هو اللي كيحاول يصلح نفسه بنفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ويسمع ويطيع ويحاول تطبيق اوامر الله على الوجه اللي طلبه الله سبحانه وتعالى. اما المحرمات كيجتنبها قدر المستطاع، هذا كيتسمى شخص صالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو الصالح. اما المصلح مرحله ثانيه من الايمان، يعني نقدروا نقولوا مرحلة قريبة جدا من الأنبياء. فهو شخص صالح في ذاته ويحاول بقدر المستطاع إصلاح المجتمع، فكيساعد الناس وكيعلم الناس يديروا الخير وينهيهم عن الشر. هذه الوظيفة كتعتبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي هي وظيفة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالصالح يحاول إصلاح نفسه وذاته، أما المصلح الأمر مختلف تماما، فكيحاول يصلح نفسه وغيره من باقي أفراد المجتمع. أما الفرق بين الفاسد والمفسد، فالفاسد هو فاسد مع نفسه، مستتر مع الناس، سواء كان عاصي أو كافر أم مرتكب للكبائر، لكن مستتر مع الناس، ما كيخلي حتى شي واحد يتدخل ليه في حياته. اما المفسد فهو اخ الشيطان، لان المفسد يسعى لافساد المجتمع وهو نقيض المصلح. فبين المفسد والمصلح عداوه لا يمكن. فبعض الحروب اللي كنشوفوها على وجه الارض والقتال والعداوه الشديده راه كتكون بين المصلح والمفسد، واللي كيمثلوا الخير والشر. المصلحين هم ورثه الانبياء، اما الكفار اتباع الشيطان. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه اللي بسيطه، واللي هي التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بادريس عليه السلام، واللي كان التقاء في السماء عندما اسري النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء والمعراج. فاش كان وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل للسماء الرابعه، فسالوا ملائكه السماء الرابعه: يا جبريل من هذا؟ فقيل: جبريل ومعي محمد. ففتحت ابواب السماء الرابعه، فدخل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعه، وفجاه انهم شافوا رجل. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ادريس رفعه الله مكانا عليا. فعلاش رفعه الله هذه المكانة العالية؟ مع أن القليل منكم اللي كيعرفوا قصة إدريس، فهاد الشيء علاش قررت ندير لكم هاد الحلقة. فكنا بطبيعة الحال كنعرفوا منبع إدريس عليه السلام، بقى نسلين في الأرض بطبيعة الحال نسل شيت واللي هو النسل الصالح، ونسل قابل واللي هو النسل السيء. كانوا نسل سيء ولكن كانوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، ما كانش الشرك أبدا. ولكن اللي قدر عليه إبليس يتمثل لنسل قابل ويعلمهم بعض المعاصي والفواحش. هاد الشيء اللي قدر عليه إبليس، ولكن إبليس ما اكتفاش بهاد الشيء فقط، يعني ما اكتفاش بنسل قابل غير بوحده. كان إبليس مقهور من نسل شيت، مسألة يفسد نسل قابيل غير بوحدو ما كانتش كافية بالنسبة لي، فكان باغي يفسد حتى نسل شيت. لكن محاولة إبليس باءت بالفشل، لأن نسل شيت مليء بالمصلحين وكانوا أكثر تمسكا والتزاما بأمر المعروف والنهي عن المنكر، فما قدرش إبليس على نسل شيت. وكان فيما كيعلم شي وحدين فيهم بعض المعاصي كانوا كنوضوا المصلحين من نسل شيت وكينهيو على هذا الأمر وكأمروا بالمعروف ونصحوا الناس كلهم، فما قدرش إبليس على نسل شيت وحس براسو ما عنده حتى شي فائدة. ففي يوم من الأيام جلس إبليس كيفكر في ضوء القمر، كان كيفكر في نفسه كيفاش يقدر يسوق نسل شيت لعصيان الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفتي، خاصني ضروري نجلس ونفكر. فلاحظ ابليس ملاحظه ان النساء نسل قابيل يعرفوا كيفاش يجيبوا عندهم الرجل، سواء ماهرات في التجمل او الزنا. هذه الفكره عجبت ابليس بزاف. انا عارف شنو خاصني ندير، انا عارف شنو اللي المفروض خاصني ندير. لابد اني نرجع النظام الوسوسه، ما غادي نتمثل ما والو، وغادي غير نوسوس لبعض رجال نسل شيت. وكان الوسوسه ابليس اثر فعليا، فحصلت اول حادثه زنا في تاريخ البشريه بين نسل شيت وقابيل. كتفكر ان ابليس وقف هنا؟ لا، ابليس ما وقفش هنا، فاستخدم النساء استخدام احمق من الاول، فاستخدمهم باش يديروا اي ذنب ومعصيه في نسل شيت. فولاو النساء كيدخلوا المعاصي لنسل شيت، احتقلوا المصلحين في نسل شيت، وكثرت المجاهره بالمعاصي لدرجه ولاو المفسدين كيحاربوا المصلحين في المجتمع، لدرجه انهم قتلوهم وشردوهم. يعني وصل الحال حتى لهذه المرحله، ومات ضمير اغلب الناس، وانتشرت المجاهره بالمعاصي في كل بلاصه، واستمرت البشريه على هذا الحال، والوضع كيزداد سوء كل نهار. في يوم من الايام ولد مولود
مولود في بابل. هذا المولود ما كانش انسان عادي، هذا المولود كبر في بابل حتى اصبح رجل طويل القامة غليظ العظام ناحف الجسم، وكان كثيف اللحية وهادئ الصوت، واذا مشى ينظر لخطواته. ويعتقد بان هذا الرجل هو من خاطب القلم، يعني اول رجل كتب بالقلم ودون الصحف. ويقال بان هذا الرجل هو اول من خاط الثياب ولبسها. ذاك العهد كانوا الناس كيلبسوا الجلود، يعني كان عنده علم ما كانش عند باقي الناس. وهذا الرجل ما كانش رجل عادي، كان رجل مصلح من المصلحين. ما كانش عاجبه امر المجاهرة بالمعاصي، فكان في قلبه حرقة على الدين والحق ومحارم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وحتى شي واحد ما كان قادر يفشح فمه. فعلا هذا الرجل ما كانش رجل عادي ابدا، لانه كان نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله ادريس عليه السلام. هذا النبي كان عابد من العباد في وقت كانوا الناس بعيدين كل البعد عن العبادة والحق، وكانوا عامرين بالمعاصي، تبرج وزينة وحفلات وخمور، كل المعاصي اللي يمكن لك تخيلها كانت في ذاك الوقت. وهذا الرجل في اخر الليل كان كيصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى. بدا ادريس كان صح من حوله من الناس، ويحاول بقدر المستطاع يصلح من حوله، وفعلا نجح في تغيير من حوله، وبدا التغيير كيبان عليه، وبدا الدائره اللي حوله كتوسع اكثر واكثر، وبدا تاثير ادريس عليه السلام في جميع انحاء العالم، لدرجه ادريس ولا عزيز عليهم. وبدا الاسم ديال ادريس كينتشر في اي مكان، وبدا كينصح الناس بشكل واضح، ويوجههم للحق، ويعلمهم ان مجاهرتهم بالمعاصي وتحديهم لله سبحانه وتعالى ما هو الا خساره في الدنيا والاخره. فالله سبحانه وتعالى ما غاديش يضر ارتكابك للمعاصي ولا غادي تفيد عبادتك، فهي اعمال لنا الله سبحانه وتعالى يحصيها لنا يوم القيامه. فكاع داكشي اللي كدير دابا يكون لك يوم القيامه او عليك. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. فتغيرت حياه الكثير والكثير في جميع انحاء الارض، فتغيرت حياتهم من حياه غير اخلاقيه وعامره بالفواحش والمعاصي الى حياه عامره بالعباده والقرب من الله سبحانه وتعالى والطمأنينه. ولكن كاين مجموعه فعليا سيطر عليهم الشيطان، سيطر عليهم بالمعاصي وبحب الاثام والزنا والشهوات. فبعض التجار والناس اللي دخلوا في المعاصي وتعمقوا فيها مثل بائعي الخمور وغيرهم من الناس في نفس المجال، لاحظوا بان المستهلكين ديال الخمور وداكشي بداو كينقصوا، ولينا كنفرقوا النساء فابور، غير اجي خود وسير، ولينا كنوزعوا الخمور فابور، ولكن ما بقى حتى شي واحد كيجي، ولكن حتى شي واحد ما استجاب من غير القليل. لاحظوا ان في تاثير خارجي عليهم، فبداو كيقلبوا يمين ويسار وابليس معاهم، حتى عرفوا ان المصلحين رجعوا من جديد، وقائدهم نبي الله ادريس عليه السلام. فتعصبوا بزاف وحاولوا يشوهوا صوره ادريس واصحابه. هادو مصلحين؟ لا، هادو متشددين، بغاو يحرموكم من الاشياء اللي كتستمتعوا بها، بغاو فقط يحاصروكم في دائره ويخربوا حياتكم. انتم كتفكروا ان الله سبحانه وتعالى غادي يعاقبك على هاد الكاس او بهاد البنت؟ انا نمشي نجيب لكم ادله من نصوص شي. شوفوا هاد الصحف ونزلت على شي ويستدلوا بايات استدلال خاطئ باش يقولوا لي بزعما ان ادريس واصحابه ناس متشددين وضال. فناضوا بزاف ديال الناس الضاله بداو كيطلعوا ادله بان ادريس واصحابه كلهم كفار، فجمعوا هاد المفسدين جيوش كبيره. ادريس واجب علينا نحاربه والقضاء عليه بنيه انهم يقضيوا على ادريس والمصلحين، ولكن المصلحين كانوا قليل. فادريس اثر على الكثير من الناس، ولكن ماشي بهاد الاعداد الهائله هاد. فاحنا كندويو على الارض كامله، كاع الناس اللي في الارض، فاحنا نقسموا العلماء القسمين. فقال بعضهم ان ادريس عليه السلام شرع له الله سبحانه وتعالى الجهاد ضدهم، امره الله سبحانه وتعالى ان يحاربهم بقدر المستطاع، وان بفعلهم هذا وقتالهم لنبي الله ادريس عليه السلام قد كفروا. فجهز ادريس عليه السلام جيوشه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وقاتلهم قتال شديد. وغادي نرجع نكمل لكم هذا القتال الشديد اللي وقع. خلوني نقول لكم القول الثاني واللي هو القول الارجح. القول الثاني بان ادريس عليه السلام ما قاتل حتى شي جيش من الجيوش، وان الله سبحانه وتعالى ما شرعش للقتال، وان الله سبحانه وتعالى امره بتوصيل الرساله فقط، لان هاد القوم ماشي كفار ولا شركوا بالله سبحانه وتعالى، فقط مفسدين ضالين غرهم الشيطان ولكن موحدين. فكان عند ادريس خيار واحد واللي هو يهاجر من بابل وينتقل الى منطقه ثانيه ويستمر في النصح والدعوه بعيد عنهم. واللي بغى يحضر المجالس ادريس عليه السلام يهاجر لعنده. وفعلا هادشي اللي وقع، هاجر ادريس وهاجر المصلحين معه واستمر في النصح واحد المده اللي طويله. فتخيل كل مره ينصح واحد له اجر عمل. فتخيل انك علمت شخص دعاء واحد، فتخيل هاد الشخص كل مره غادي يدعي بهاد الدعاء لك اجر مثل اجر. كيفاش غادي يكونوا اجور ادريس عليه السلام؟ فاستمر بدعوته حتى لواحد النهار وقع واحد الحدث عجيب. وحي الله سبحانه وتعالى بخبر كان جدا مفرح بالنسبه لادريس. وفي هذا الخبر قال الله سبحانه وتعالى اني ارفع لك في كل يوم مثل جميع اعمال بني ادم. فتخيل هاد الاجور كلها في يوم واحد، له اجر جميع من في الارض في زمانه. فادريس فرح فرح شديد وازداد حماسا وازداد في الاعمال الصالحه. ففرح هكا شكون نهار كيفاق كيلقى راسو مازال حي، فاجتهد في الدعوه واجتهد في اعماله في الدنيا. فتخيل ان كل نهار لك اعمال كل من في الارض. شوف عظم اجور الدعوه لله سبحانه وتعالى، اجور عظيمه. اما كيفاش مات نبي الله ادريس عليه السلام فهي قولين باقين كتعقلوا فاش هذوك
المفسدين كانوا جمعوا الجيوش ديالهم وبغاو يتحاربوا مع إدريس عليه السلام، فبعض أهل العلم قالوا أن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام. رفعه الله سبحانه وتعالى وهو مازال حي، رفعه للسماء الرابعة، وأن إدريس عليه السلام مازال حي ليومنا هذا. فهذا قول مجاهد والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما القول الثاني فهو القول الأرجح، فهو قول بني عباس رضي الله عنه. فبني عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام سأل حبر من أحبار بني إسرائيل، سأله عن آية ورفعناه مكانا عليا. يعني كان بني عباس يسأل هذا الحبر عن تفسير هذه الآية، فقال له أن في يوم من الأيام تمنى إدريس عليه السلام بأنه يعرف شحال باقي ليه على وجه الأرض، شحال باقي ليه في الحياة ديالو، وكان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يزيده في عمره باش الله سبحانه وتعالى يرفع منزلته. فكان إدريس عليه السلام ملك من الملائكة وكله الله سبحانه وتعالى ليكون خليل إدريس، يعني صاحب إدريس. ففي يوم من الأيام التقى إدريس عليه السلام بهذا الملك. سأل إدريس عليه السلام هذا الملك سؤال، قال له أن الله سبحانه وتعالى أوحي لي بأنه يرفع لي في كل يوم مثل أعمال بني آدم. عندي طلب، اسأل لي ملك الموت شحال باقي لي في حياتي باش نزداد من العمل. فوافق هذا الملك، وبأمر من الله سبحانه وتعالى أخذ إدريس معه وأسري به إلى السماء الرابعة، فارتفع به في السماوات. وهنا أوحي الله سبحانه وتعالى لملك الموت بأنه يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. فملك الموت ما كيعلمش الغيب، فاستغرب وذهب بأمر الله سبحانه وتعالى وهو يفكر الآن إدريس في الأرض، فكيف الله سبحانه وتعالى يؤمرني بأن أقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة؟ وفجأة أن ملك الموت شاف هذا الملك واللي هو خالد إدريس ومعه إدريس في السماء الرابعة. فهذا الملك واللي هو خليل إدريس من اللي شاف ملك الموت وهما كانوا باغينه أصلا، فسألوا يا ملك الموت كم باقي من عمر إدريس عليه السلام؟ فتعجب ملك الموت، فقال ملك الموت أنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر خليل إدريس إلى تحت جناحه، إلا بإدريس قد قبضت روحه. وهذه هي القصة اللي قالها الحبر لابن عباس، أن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام. ولكن ما سالتش القصة هنا، من بعد ما توفي إدريس عليه السلام أو رفعه الله سبحانه وتعالى للسماء، قوم من وراه طلاب واللي كانوا على نفس السبيل وكانوا مصلحين وكانوا كيحبوا الخير للمجتمع، كانوا من العباد الصالحين، واجتمعوا الناس على حبهم حب شديد، وخاصة 5 من أصحاب إدريس عليه السلام المقربين، واللي هما ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. كانوا جميع البشر مجموعين على حب هذه الأشخاص ال5 وكانوا كيحبوهم حب شديد. كانوا كيحضروا الجلسات ديالهم والمحاضرات ديالهم. ولكن اللي ما عرفوش هاد ال5 هو أن من بعد موتهم غادي تنوض أكبر فتنة في تاريخ البشرية.